قالت لي ما تمسكيش بإيدك، مالك انتي يعني أول مرة؟ قلت لها لا مش أول مرة، بس أصلا أنا عمري ما عملت الموضوع ده وفي حد تالت موجود. قالت لي لا، ما أنا النهاردة هخليكي تتعودي يا حبيبتي على كده. قلت لها بس يعني. قالت مفيش بس. في إيه؟ مالك انتي؟ المفروض تقبلي الموضوع ده. إيه اللي مزعلك؟ قلت لها أنا مش زعلانة. قالت لي طب يلا بقى جمدي قلبك وابتدي شوفي شغلك. بصراحة هو الموضوع طالبك بالاسم وهو اللي طالب كده، إن إحنا التلاتة نكون موجودين في الموضوع. قلت لها غريبة قوي. قالت لي إيه الغريب في كده؟ طب جربي جربي تدوقي كده وقولي لي رأيك. وفعلا نزلت على ركبي وابتديت أعمل اللي هي بتقولي عليه. في الأول كنت مستغربة الموضوع، لكن بصراحة طلع بعد كده ولا أحسن ولا أروع. هقول لكم. لكن حظها قليل، ما بيعيش لهاش رجالة زي ما بيقولوا. كل ما اتجوز يموت، كل ما اتجوز حد ربنا يعني ياخده بدري بدري. مكنتش عارفة ايه السبب، والناس ابتدت تقول عليا ان انا وشي نحس. علشان كده اما كان بيتقدم لي عريس كنت برفض. لكن برضه انا مش كبيرة، ده انا لسه 32 سنة. الموضوع كان لسه معايا في بدايته، مكنتش عارفة اعمل ايه. كان لازم يبقى في حل. انا مش هفضل كده يعني، ده أنا لو فضلت على الحال ده كده هتجنن. أيوة لو فضلت على الوضع ده أنا كده هتجنن. علشان كده أنا عملت اللي أنا بقول لكم عليه ده، وكان الحل مفيش غير كده وما ينفعش كان يحصل غير كده. أيوة، ما هو كل ده يعني مش هيبقى يعني لأ مش هيبقى على الفاضي. المهم إن أنا اتصاحبت على جارتي دي، وبقينا نروح ونيجي مع بعض، وهي تيجي بيتي وأنا أروح بيتها. وفي كل مرة كنت بروح هناك يا إما أروح ألاقي جوزها يا يجي هو وأنا موجودة. معرفش بقى ده صدفة ولا كانت مترتبة، لكن الأكيد واللي عرفته بعد كده إنها كانت حاجة مترتبة. المهم إن أنا بصراحة حسيت بإعجاب ليه، وحسيت إن أنا مشدودة ليه، وما كنتش عارفة إيه آخرة اللي أنا بعمله ده. وكنت فاكرة إن جارتي مش واخدة بالها من عمايل جوزها، وعشان كده كنت بحاول ما أروحش عندها كتير. لكن في يوم من الأيام فاجأتني بالمفاجأة اللي ما كنتش عاملة حسابها، ولا كنت أتخيل أبدا إن هي تطلب مني حاجة زي كده، ولا حتى تقولها لي. المهم اليوم ده كلمتني في التليفون وقالت لي إن هي حضرت الفطار ومستنياني علشان يعني أروح ونفطر سوا. قلت لها طب ما تيجي انتي. حكمت رأيها إن لازم أنا اللي أروح، وإن هي النهاردة حاسة بشوية تعب وما تقدرش تنزل النهاردة وعايزة تفضل في البيت. المهم أنا وافقت ورحت، وخدت معايا حاجة حلوة. أول ما رحت هناك لقيتها هي قاعدة بهدوم النوم، وهو كمان جوزها، لكن محضرين السفرة ومليانة أشكال وألوان، يعني من الحاجات بتاعت الفطار الحلوة دي. فتح لي جوزها. دخلت البيت وأنا مستغربة إيه اللي بيحصل بالظبط، وإيه الحاجة اللي أنا مش فاهماها. لقيتها بتقولي تعالي يا حبيبتي أنا هنا عند السفرة. قلت لها غريبة. غريبة. غريبة ليه؟ قالت لي غريبة. ليه غريبة ليه؟ قلت لها يعني ما قلتليش إن في حد معاكي.
قالت لي أبداً، أصل لو كنت قلت عارفاكي بتتكسفي وما كنتيش هتيجي. بصي بقى، إحنا نقعد ناكل لقمة مع بعض وبعدين نتكلم. قلت لها نتكلم في إيه؟ قالت لي في حاجات كتير، بس الأول عايزاكي تفهمي إني عارفة كل حاجة من أول يوم. قلت لها أنا مش فاهمة. قالت لي ما قلتلك بعد الفطار هنتكلم وهفهمك. المهم قعدنا نفطر ونتكلم كلام عادي. بعد ما خلصنا فطار قالت لي تعالي بقى نقعد بره ونشرب الشاي ونتكلم براحتنا. طلعت أنا وهي في الأول وجهز لنا الشاي، وبعدين دخل جوه الأوضة. هي قعدت تقولي إن هي عارفة إن أنا وجوزها معجبين ببعض ومقضيينها نظرات، لكن هي عارفة كل حاجة. استغربت، قلت لها معقولة أنت عارفة؟ قالت لي أيوة أنا عارفة. قلت لها غريبة، طب ليه ما قلتليش أو حتى منعتيني إني أجي هنا؟ قالت لي علشان أنا كمان عايزة كده. قلت لها أنت كمان عايزة كده؟ قالت لي أيوة، بصراحة صراحة كده أنا مش هلاقي أحسن منك، وخصوصا إن أنا كمان عايزاكي. قلت لها لأ أنا مش فاهمة. قالت لي لأ أنت فاهمة. إيه رأيك لو ندخل الأوضة الحلوة دي نتكلم كلمتين بس سيبي نفسك؟ وافقتها من غير ما أفكر، وفعلا دخلت معاها الأوضة. وبصراحة اللي حصل في الأوضة دي لحد النهاردة أنا مش عارفة أنساه. الموضوع كان صعب وكان غريب، لكن مفيش ست كان متهيألي ممكن تتحمل اللي أنا اتحملته. أصل هما الاتنين برضو مش شوية، ده من فوق ودي من تحت وحاجات كتير قوي. وأنا بقى ما أقولكوش، رحت في دنيا غير الدنيا، لدرجة إن أنا ما بقيتش أقول لهم هما بيعملوا إيه، لحد ما حسيت باللي كنت عايزة أحس بيه، ولقيت نفسي بتجاوب معاهم وبقول لهم كلام ما كنتش أتخيل إني أقوله. أيوة، حاجات غريبة لدرجة إني ما كنتش مصدقة إن أنا عملت كده. ده بعد طبعا ما الموضوع خلص وفضلنا على الحال ده، وبقيت أنا كل يوم أروح لهم، لازم الموضوع ده يحصل يوميا، ولو ما حصلش أتجنن. لدرجة إن أنا خلاص الموضوع بقى بالنسبة لي عادة مش عارفة أبطلها ولا أعمل إيه في نفسي. لكن أنا النهاردة جيت لكم وحكيت لكم قصتي، وعارفة إن انتوا هتفيدوني وتقولولي أعمل إيه واتصرف إزاي، وأنا طبعا هستنى كل التعليقات بتاعتكم وهقراها كويس. بس